صحيت من النوم من غير سبب، متضايق بسبب ان انت دماغك جابت لك فكرة وحشة، فبقيت حاسس انك مش كفاية او متأخر او الكل سبقك. الافكار السلبية مش معناها انك ضعيف ولا فاشل، انت بس مجرد انسان. هنتكلم النهاردة عن الافكار السلبية وبتيجي منين وازاي نكسب المعركة ضدها من غير ما نحارب نفسنا. انت دماغك مصنوع عشان يحميك من اي خطر، من اي حاجة، يعني تجربة وحشة. انت اي تجربة خطر انت بتمر بيها اعرف ان دماغك بيسجلها على ان هي حاجة خطر، فكل ما انت تيجي تبقى هتعمل الحاجة دي تاني هو يبدأ بقى يفكرك او يديك تهديدات ليها، بحيث ان انت لو كسرت الحاجز ده انت كأنك كسرت الفكرة السلبية. بص، انا مش هاجي اقول لك كلام وخلاص، انا مش جاي اقول لك في حته الافكار السلبيه انك تمشي متفائل، تمشي بتضحك، تمشي. مش هقول لك على حاجات ما بتاكلش عيش بمعنى صح او مش هتحل لك المشكله. انا جاي احاول معاك ان احنا نحل المشكله. وبعدين انا بقول المشاكل ديت عشان انا بشوفها بتواجهني، يعني المشاكل اللي بلاقيها بتواجهني انا وبحاول ان انا احلها، بحاول ان انا اشاركك طريقه الحل اللي انا بحل بيها. فانا كتبتهم في 3 خطوات. اول خطوه هو ان انت تشوف يعني الفكره دي اصلا تتجاهلها. مش تتجاهلها، انت دلوقتي جت في دماغك فكره، فانت تسال دماغك 3 اسئله. ال3 اسئله دول: هل الفكره حقيقه ولا احساس؟ هل في دليل عليها؟ يعني انت، هل انت شايف ان الفكره ديت في حاجه اثبتتها؟ يعني انا فاشل، انا مش هنجح في الطريق ده. طب انت جربت الطريق ده عشان تنجح فيه؟ انت جربت المهارة دي عشان تشوف انت هتقدر ان انت تكمل فيها ولا لا؟ لا، انت حكمت على نفسك عشان واحد تاني حكم على نفسه قدام منك، فانت شايف ان هي صعبة عليك فهتبقى صعبة عليا. لا، ما بتتقاسش كده، بتتقاس بتجربتك انت لوحدك. السؤال التالت بقى هو: هل لو صاحبي قال لي كده هصدقه؟ يعني شوف البيست فريند بتاعك كده وتخيل معاه كده نقاش. شوف، هل انت مثلا هو هيقول لك ايه؟ يقول لك: انت يا اسطى انت مثلا مش هتنفع في الرسم مثلا. ف... فتبدا تشوف، هل انت هو لو قال لك كده انت هتبقى مصدق ان انت فعلا مش هتنفع في الرسم؟ هل انت هتبقى مصدق؟ لو انت مصدق اعرف ان انت مش هتنفع في المهاره دي، جرب غيرها. بس لو انت مش مصدق اعرف ان المهاره دي بتاعتك، جرب، انت لسه ما جربتش. تاني خطوه: غير اللغه بتاعت طريقه تعاملك مع نفسك. يعني لما تيجي تلوم نفسك ما تقولش انا دايما بقع، انا دايما يعني انا دايما بغلط، انا دايما بخسر، انا دايما. لا، قول انا اتعلمت من الوقعه المره دي، ويعني والمره الجايه هطلع احسن. اتعلمت منها، عرفت اخطائي المره دي عشان المره الجايه اعوض. عرفت ازاي خسرت المره دي، فالمره الجايه انا هعمل اللي هيخليني اكسب. الدنيا مكسب وخساره، فعود نفسك على ان انت تخسر قبل ما تعود نفسك على ان انت تكسب، لان انت لازما قبل ما تكسب لازم تخسر خسارات متتاليه بعد كده تبدا تكسب. الخطوه الثالثه هي ان انت تتحرك. انت لما تبدا تجيلك الافكار السلبيه اعرف ان الافكار السلبيه بتحب الجسم الثابت، اللي هو اللي قاعد يفكر او اللي قاعد ملان وفي ملل، فيبدا جسمه او عقله يطرح عليه الافكار دي. فاتحرك، مش لازم تنزل جيم، مش لازم تروح تعمل انجاز. انت بس اتمشى 10 دقايق، انزل اخرج الشارع، شم هوا، ادخل البلكونه، اعمل اي حاجه. ابعد عن حته ان انت تبقى قاعد في حته عمال تفكر في كل حاجه وحشه حصلت معاك قبل كده، كل فكره سلبيه جات لك قبل كده، كل موقف عدى عليك بهزيمه والموقف ده حط في دماغك فكره بقت ان انا مش عايز اخش التجربه دي تاني. لا، عيد التجربه، جرب مره واتنين وتلاته. اكبر غلطه انت ممكن تعملها وانت بتحاول تعالج الافكار السلبيه هي ان انت تحارب الفكره. اوعى تحارب الفكره، خلي الفكره كانها معلومه جايه لك. يعني ما يبقاش عقلك بيقول لك انت فاشل، فمش معنى ان انت ما تحاربش الفكره ان انت تعترف بحاجه زي كده. ما يقولكش انت فاشل فتقول له انا فاشل، لا، قول عقلي بيقول لي انا فاشل. ويا سلام بقى لو انت ايه، تسمي عقلك، يعني عقلي بيقول انا فاشل، سمي عقلك ده اي اسم. يعني سميه اسم غدار، سميه اسم تبقى بتتريق عليه. طماطم مثلا، يعني طماطم بيقول لي انت فاشل، هتبقى شايفها مضحكه اكتر ما انت هتكون شايفها ان هي مؤثره عليك انت، اكتر ما هتكون شايفها ان هي هتجيب لك اكتئاب، اكتر ما هتكون شايفها ان هي فكره سلبيه هتدمرك. احنا مش عايزين نسكت على الافكار السيئه، احنا عايزين نربي عقلنا.
عقلك ده طفل، مش هيجي بان هو يتضرب. لا، انت لازم تصبر عليه، تبدا ان انت تعلمه المهارات، يعني زي الطفل الصغير اللي بيبدا يمشي تاتا تاتا. فانا عايزك تعلم عقلك كده. مش هتقدر تتعامل مع الافكار السلبيه، مش هتقدر تلغيها، مش هتقدر تشيلها، مش هتقدر تشيلها خالص من دماغك. لازم هتكون بتطرق عليك من وقت للتاني. بس الذكاء هو في طريقه التعامل معاها. انت ممكن تكون واحد ناجح جدا، فعشان كده انت لما بيجيلك فكره سيئه انت بتعرف تقاومها، بتعرف تحاربها، بتعرف تقف قدامها ازاي. بتعرف انك ما تبقاش مركز معاها اصلا. بتعرف ان انت مركز مع نجاحك، فخلاص الافكار السلبيه لما بتجيلك انت بتعرف ان لا، انا هقدر اعمل كذا. يعني عقلك بيقولك انت فاشل، عقلي بيقول لي انا فاشل. هل انا فاشل؟ لا. طب هل صاحبي لو سألته انا فاشل، او هل صاحبي ممكن يقول لي انا فاشل وهصدقه؟ لا. طب هل في دليل اصلا ده انا ناجح؟ لا. فخلاص انت مش فاشل، ما تحكمش على نفسك، جرب يا صاحبي. برضه من الحاجات اللي ممكن تكون بتجيب افكار سلبيه كتير هي انك المقارنه بالغير. كلمه المقارنه انا قلتها كل فيديو تقريبا، انا بقول كلمه المقارنه كل ما بجيب خطوات في حاجه معينه. بقول كلمه المقارنه. انت كل ما بتقارن نفسك بحد كل ما ثقتك في نفسك بتقل، كل ما افكار السلبيه هتيجي اكتر، كل ما مهاراتك ممكن ما تكونش احسن حاجه. اوعى تقارن نفسك بحد. انت بجد لازم تعرف قيمه نفسك. انت مش فلان، انت نفسك. لو عايز تقارن نفسك قارن نفسك بتاعت النهارده بنفسك بتاعت امبارح، زي ما بقول لك في كل فيديو. وبرضه من الحاجات المهمه قوي ان انت تبقى بتكتب الافكار اللي بتضايقك. يعني انت مثلا، هشرحها لك بمثال انا قريتها كده. هي ايه؟ زي الحله اللي بيتعمل فيها الاكل، فالحله دي متغطيه، فالحله ديت لما بتشيلها بيبدا البخار يطلع. فانت محتاج تطلع البخار اللي جوه دماغك ده بالكتابه او بالشخبطه في الورق. يعني انا لما ببقى قاعد متضايق ببدا امسك الكراسه مثلا واقعد ايه، اكتب. في ناس تانية تحب ان هي تمسك سماعه التليفون وتتكلم. دي برضو طريقه حلوه ان انت تبقى ايه، بتخرج كل اللي جواك في الكلام وترجع تسمع الكلام ده تاني. انا في مره كنت قاعد فمسكت سماعه التليفون كده وقعدت اتكلم ولقيت عينيا بتدمع لوحدها، بس في نفس الوقت بقيت مرتاح قوي مع كل اللي انا طلعته من جوايا. اعرف يا صديقي ان انت مش الفكره، انت اللي بتسمعها، وبايدك بقى يا تخليها صح يا تخليها غلط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا من فيديو جديد. استنوا بس الحركه على السكريبت. عمرك صحيت من النوم حسيت ان انت تقيل، او حسيت بان في فكره وحشه موجوده من دماغك؟ انت كنت عاصرت الفكره ديت في وقت من الاوقات وحاسس ان انت متضايق دلوقتي، او ان عقلك بيقولك ان انت فاشل، او بيديك معلومه سلبيه عنك. دي الافكار السلبيه يا عزيزي. عارف اصغر ليه؟ تفهمني؟ معنى اصح، عقلك ده مش طفل. ع- انا قلت ايه؟